السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل قرص فلاحي طرية، هعملها معاكم بطريقة سهلة جدا، وكمان جايبالك طريقة الفرد المظبوطة اللي بضغطة واحدة تخلي معاكي القرصة مدورة. وبعد النهاردة خلاص هنقول وداعا لوجع الايدين، وهنعمل القرصة الفلاحي وهتبقى معانا مدورة. وكمان هقولك على مقادير مظبوطة هتخلي القرصة خفيفة معاكي زي الفينو، وطعمها بجد تحفة. وجايبالك طريقة السوى المظبوطة اللي تخلي معاكي القرصة جميلة جدا. انا عايزاكي تجربيها، بس تابعيني لحد الاخر علشان هقولك على خطوات مهمة جدا علشان تعملي القرصة الفلاحي تبقى معاكي طرية. وهقولك على مقدار الكيلو، تقدري بقى تطبقي مقدار الكيلو على اي مقدار انت حباه. قبل ما نبدا يا ريت لو اول مره تشوفي قناتي يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناه علشان يوصلك مني كل جديد. في الاول كده هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. انا معايا كده كيلو دقيق زيرو، نخلته في الاول وضفت عليه معلقه كبيره من البيكنج باودر، وضفت كمان معلقه كبيره من الخميره الفوريه، وربع معلقه ملح. وما ننساش الملح علشان الملح هو اللي بيظبط معانا اي معجنات. هنقلب بقى كويس، وبعد كده هنركن الدقيق علشان هنضيف المواد السائلة كلها مع بعضيها. في اول العجين هنزل بالحليب درجة حرارة الغرفة 400 جرام. ان احتاجت معايا العجينة هنزل واحدة واحدة، وهنزل ب120 جرام سكر و150 جرام سمنة، ونقلب بالمضرب لحد ما السكر يدوب. وبعد كده على طول هننزل عليه بالدقيق. عجينة القرص الفلاحي مبتبقاش عجينة طرية قوي بتتلزق ولا عجينة يابسة، علشان كده بقولك اعجني العجينة يابسة وبعد كده اضطري فيها واحدة واحدة. انا جبت كده 100 جرام جنبية، ان احتاجت العجينة هنزل واحدة واحدة علشان في دي بيشرب سوائل ودي لا. نخلي بالنا من خطوة زي كده علشان ما تعجنيش العجينة طرية قوي وبعد كده تضيفي لها دقيق، المكونات كده هتبوظ معاكي خالص. في الاول العجين قلبي بالمعلقه، وبعد كده اول ما الدقيق يختفي هتوقفي وتشيلي المعلقه عشان تنزلي بايدك. وانا بقلب لقيت لسه في دقيق، نزلت بالحليب واحده واحده لحد ما الدقيق يختفي، وبعد كده هشيل المعلقه وهعجن بايدي. واحنا شغالين عجن كده ممكن نتكلم عن البدايل. انا عجنت العجينه كلها بالحليب. لو انت حابه تخلطي نص الكميه ميه والنص التاني حليب مفيش اي مشاكل. بخصوص السمنه انا عامله بسمنه عاديه خالص، ممكن بقى لو حابه تعمليها بسمنه فلاحي القرصه الفلاحي هتبقى معاكي تحفه من الاخر. لو حابه بقى تعمليها بسمنه عاديه، سمنه على زيت او سمنه على زبده، دي يرجع لك انت في الاخر براحتك خالص، واللي موجود عندك ممكن تعملي بيه. القرصه الفلاحي علشان تطلع معاكي طريه وعايزاها طريه وخفيفه يبقى عجيني العجينه كلها بالحليب، ما تضيفيش ميه خالص. وحتى لو مش هتعملي بسمنه بلدي فلاحي، الحليب هيخليها لك كأنك عجناها بالسمنة الفلاحي، هيبقى طعمها تحفة. طبعا انا كده حاطه حليب ما ضفتش ميه خالص، وعجنت العجينه ونزلت واحده واحده. اخدت معايا 500 جرام، وعلى حسب نوع الدقيق اللي انت بتعجنيه ممكن تاخد معاك اكتر من كده او اقل من كده. خلي بالك من خطوات العجينه علشان هي اهم خطوه. مش عايزاكي بقى في اي معجنات ان انت تعجني العجينه في الاول كده طريه، هتلاقيها بتغلبك في وقت التشكيل وكمان هتتلزق معاكي. خليها بقى عجينه طريه وممكن تلتيها وتطري فيها واحده واحده كده هتصلي للقوام اللي انت عايزاه. احنا مش هنسيبها تخمر، احنا هنقطع العجينه كلها مره واحده ونغطيها بكيس ونسيب العجينه ترتاح معانا ربع ساعه. كل بقى ما العجينه ترتاح كل ما هتفرد معانا بكل سهوله. كلنا بنبقى عارفين ان الدقيق زيرو كل ما بيتلت جامد كل ما بيبقى ليه عرق، بس بعد ما خدمت العجينه وطريتها واحده واحده الدقيق الزيرو ما شاء الله ملوش عرق علشان العجينه اتخدمت ومش يابسه. هقطع بقى العجينه كلها مره واحده، وقطعت القطعه قد الليمونه الوسط. الكيلو عملته 32 قرصه. هغطيهم بقى بالكيس عشان ما يعملوش طبقه ناشفه. وكل ما العجينه هترتاح وهي راقده متقطعه كل ما هتبقى سهله جدا في الفرد. ساعه ما تفرديها هتبقى مدوره وما تلمش معاكي تاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى نشوف طريقه الفرد اللي هي سهله جدا وتقدري تعملي 10 كيلو قرص ما ياخدوش معاكي وقت خالص. اهم حاجه تريحي العجينه بعد ما بتقطعيها ربع ساعه علشان ساعه ما تيجي تضغطي ما توسعش وبعد كده تلمي معاكي تاني. والعجينه لو مخدومه وعجينه كده في الوسط ما بتبقاش يابسه قوي ولا طريه قوي، العجينه هتضغط عليها ضغطه مش هتلم معاكي تاني. وسمك القرصه من اول ضغطه هتبقى حلوه معاكي، وكمان وشها ناعم ومن تحت ناعمه جدا، هتبقى معاكي زي الفينو. هنحط بقى في صينيه او في الصاج بس ما يكونش ممسوحه اي ماده دهنيه، القرصه هتسوي نفسها.
هنرص بقى على كيس، ومن فوق القرصة كده هنغطيها بكيس تاني علشان ما تلزقش معانا في الطبق او الحاجة اللي احنا بنضغط عليها. وبعد كده هي ضغطة واحدة جامدة كده هتلقى بقى القرصة وسعت معاكي. لو لقيتيها لسه ضيقة وعايزة توسعيها ممكن ترجعي تضغطي عليها ضغطة كمان. الفرد بقى سهل جدا ومفيش اسهل من كده بصراحة. وداعا بقى لوجع الايدين، كان القرصة الفلاحي كانت بتوجع ايدينا وكمان كانت بتلم، كل ما نعملها بتلم. بس بعد ما تعمليها بطريقة النهاردة ان شاء الله هتبقى معاكي تحفة، واحسن طريقة هتعملي بيها القرص الفلاحي لازم بقى تجربيها. لو لقيتي بقى القرص بتلم معاكي، يعني كل ما تضغطي عليها تلم، اعرفي ان العجينة بتاع القرص كده يابسة. ممكن تجيبي حليب وتطري العجينة تاني. كل ما عجينة القرص هتبقى معاكي طرية كل ما القرص هتطلع معاكي طرية. انزلي بالحليب بس واحدة واحدة، ما تنزليش بالحليب كله مرة واحدة، يعني معلقة معلقة ولتي لحد ما تلاقي العجينة اتطرت معاكي. بعد كده تقطعي الكمية وتسيبيها ترتاح. هتيجي بقى تفردي القرصة هتفرد معاكي ما تلمش. انا عملت بقى الكمية كلها وغطيتها بكيس وسبتها لما اختمرت، قعدت معايا ساعة الا ربع، لقيتها رفعت. قمت بقى شغلت الفرن يسخن. اهم حاجة بقى التسوية بتاع القرصة الفلاحي، ما تدخليش وهو لسه الفرن مسخنش. اول ما بيسخن بتوطي البلاطه خالص زي الشمعة وبتخلي الجنوب زي ما انت شايفاها كده. اللهم بارك، خلت لون القرصة جميلة جدا. وغير بقى الريحة وهي بتستوي مش قادرة اوصفها لك، ريحتها بجد تحفة. انا في الاول جربت صينية واحدة، يعني ساعة ما تيجي تجربي ما تدخليش صينيتين او 3، جربي صينية. لو لقيتيها ظبطت هتكملي بقية الكمية، لو لقيتيها لسه فيها نفطة اصبري عليها شوية وارجعي سوي. اهم حاجة التسوية المظبوطة، ما تكونش على نار شديدة علشان ما تتحرقش معاكي، او على نار هادية خالص عشان ما تنشفش. اللهم بارك، القرصة جميلة جدا، سواها من فوق ومن تحت بجد تحفة وطرية جدا. لو هتسويها بقى في فرن البوتاجاز يا ريت تمشي على نفس الخطوات، ما تسويش القرصة الا لما تختمر حلو معاكي. واول ما تلاقيها اختمرت هتشغلي الفرن الاول يسخن، واول ما بيسخن بتوطي النار وتحطيها. اول ما تدي لون خفيف من تحت بتشيليها عند الرف من فوق وبتديري الصاج كل شويه علشان تدي لون موحد. لو القرصه بيطلع وشها نشف معاكي هقولك من التسويه، غطيها على طول بكيس وهي لسه طالعه سخنه، وبعد كده من فوق الكيس فوطه، وبعد دقيقه او 2 عرر القرصه وشفيها هتلاقيها معاكي طريه زي الفينو. بجد هي احسن طريقة تعملي بيها القرص الفلاحي وتطلع معاكي طرية وكمان طعمها تحفة معاكي. ان شاء الله هتجربيها بنفسك، بس ما تنسيش تكتبيلي في التعليقات ان كانت عجبتك ولا لا. بس اهم حاجة تشوفي الفيديو كامل علشان تطلعي بالنتيجة المظبوطة. القرصة طرية، لونها كده من فوق تحفة، وكمان طعمها بجد تحفة. اتمنى بقى ان يكون شرحي بسيط وتكوني طلعت حتى لو بمعلومة بسيطة، واتمنى ان انت ما تنسانيش بلايك واشتراك للقناة.